كلنا بنحب الدوناتس اكيد، كبار او صغيرين. عشان كده عملت النهارده الدوناتس بشكل جديد. عملت قبل كده معاكم الدوناتس، بس النهارده هنعمله بشكل جديد، وكمان هنعمل الصوص بتاعه سهل او بسيط، وكمان هسمعكم القرمشه بتاعته من بره وطري او جوسي من جوه. بجد هيعجبكم جدا. قبل كده ما نبتدي الوصفه احب اعرفكم بنفسي، انا اميره داوود، ونبتدي الوصفه مع بعض ونقول بسم الله. سمعكم صوته. سامعين صوت القرمشه؟ بجد رهيبة يا جماعة، جربوها وقوموا كده فرحوا ولادكم واعملوها، وبجد سهلة وبسيطة، وكمان الطبقة الكراميل اللي عملناها من فوق هتبسطهم قوي. يلا كده نبتدي الوصفة ونقول بسم الله. عندي هنا جبت بولة وحطيت فيها كوبايتين من الدقيق هنا متعدد الاستخدام. وبعد كده هجيب معلقة كبيرة من سكر الابيض، معلقة كبيرة، وهحط كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. انا حطيت هنا الكيس الخميرة كله. وهجيب بيضتين بدرجة حرارة المطبخ. لازم البيض لما تيجي تبتدي تعملي اي مخبوزات يبقى بدرجة حرارة المطبخ. عندي حبة معلقة صغيرة فانيليا، ذرة من الملح، وعندي كوباية الا ربع من اللبن الدافي. مش هحط اللبن كله، انا هحط بس نصه، والباقي هحطه جنبي لو احتجت هاخد حبة بحبة عشان الم العجينة. في لبن في دقيق بيشرب الكمية بتاعت اللبن، وفي دقيق لا، فهحط كده واحدة واحدة وابتدي ان انا اعجنها. حطيت كده على البورد بتاعي او على الرخامة، وابتديت ان انا اعجنها كده براحتي. عشان اعجنها براحتي لميتها تمام، هي اخدت معايا كمية اللبن كلها. بعد كده جبت مكعبين من الزبدة وحطيتها عليها. ابتديت ان انا المها. هتحسي كده وانتي اول تحطي الزبده ان هي العجينه ساحت معاكي، ما تقلقيش، افضلي عجني فيها هتلمي معاكي وتبقى طريه وناعمه بالشكل ده. هحطها كده في البوله بتاعتي وابتدي اخمرها كده واغطيها. هسيبها حوالي نص ساعه تاني. جبت كده هعمل الصوص بتاعي، صوص الشوكولاته الخلاط. هحط كوبايه من السكر الابيض. عندي هنا نص كوبايه من اللبن. المعيار بتاعي ده نص كوبايه، فعشان كده انا حطيت الكاكاو هنا كوبايه، فانا حطيت المقدار مرتين. يعني كوبايه من الكاكاو الغامق، كوبايه من السكر، نص كوبايه من اللبن. ابتديت ان انا حطيت الحاجات دي كلها في الخلاط وهضربها كويس في الخلاط. عندي هنا ربع كوبايه من الزيت، هنزل عليها سرسوب كده صغير من الخلاط والخلاط شغال. لو ما عندكيش فتحه من فوق كده في الخلاط، تبتدي ان انت تشيلي الغطا بتاع الخلاط وتنزلي سرسوب كده وتضربي تاني. انا حاطه هنا مقدار الزيت في الكوبايه اللي كنت معايره بيها الكاكاو، فعشان كده هي لونها غامق. بنحاول نلم نفسنا كده، ما نعملش مواعين حوالينا كتير. كل شويه وهي في الخلاط كده بقلب فيها، عشان لو في اي تكتلات على جنب الخلاط ياخدها ويضربها ويطلع معاكي الصوص بالشكل اللي انت شايفاه ده. هحطها كده في كيس حلواني عشان احطها في التلاجة وتبقى جاهزه معايا للحشو. هجيب بقى العجينه بتاعتي وابتدي ان انا افردها. العجينه خمرت معايا وبقت زي الفل اهي. ابتديت ان انا بقى انزلها على البورد بتاعي او على الرخامه، وابتدي كده من غير زيت ولا من غير دقيق ان انا افردها كويس قوي بسمك حوالي نص سنتي. ما تبقاش رقيقه خالص يا جماعه ولا تبقى تخينه، عايزه تتفرد تاني. طبعا انا بقطعها عندك تقطيع القطاعه بتاعت الدوناتس تمام، ما عندكيش بالكوبايه يا جماعه قطاعه انت حباها. هلم العجينه كده بعد ما قطعتها، وعندي كده ورق زبده مقطعاه كده مربعات صغيره. الورق ده بيتباع ممكن جاهز، بس انا عندي كده قطعت، جبت فك زبده وابتديت ان انا اقطعه واحطها كده عليها عشان الدوناتس يا جماعه ما بتمسكش كتير اما بتيجي تخمريه تاني. حطيته على الصينيه وابتديت ان انا اغطيه واخمره حوالي ربع ساعه تاني. اول ما بيبتدي يتخمر بحط الطاسه على النار ويحط فيها زيت. اول ما يسخن بس الزيت باخد اول كميه عملتها من الدوناتس قطعتها وابتديت ان انزل بيها في الزيت. تاخدي اول حاجه عملتيها عشان بتبقى متخمره، وكمان هتخمر معاكي وهي في الزيت، هتبتدي تعلى وتكبر. هتاخد معاكي هنا دقيقه على الوش ده، وبعد كده تقلبيها. تعمل معاكي خط كده شبه الخط الدونس اللي احنا بنلاقيه غالي بره قوي. طبعا التقطيع مش عشان مش القطاعه بتاعت الدونس، فطلع مش متساويه قوي، بس برضو شكلها جميل والله يا جماعه ولطيفه قوي. هحمرها كويس قوي في الزيت. شكلها ذهبي، وشاف شكلها عامل ازاي.
هبتدي بقى، خلصت الكمية كلها هفرغها كده بأي حاجة عندي، بسكينة او انا عندي هنا القرطاس بتاع الكنافة، وابتديت اعمل كده فتحة بالمقص في القرطاس بتاع الشوكولاتة، وهحشيها كلها، هملاها شوكولاتة، صوص شوكولاتة من جوه. شايفين شكلها حلو قوي ازاي؟ لازم تمليها شوكولاتة عشان تبقى دوناتس يا جماعة، املوها كده بضمير شوكولاتة. هبتدي افرغ كل الدوناتس بتاعي كده واحشيه كده ممكن تحشيه يا جماعة شوكولاتة، ممكن تحشوه باستري كريم، اي حشوة انت حباها ممكن تعمليها فيها. هملاها كده، هفرغها كلها واملاها واخلص كل الدوناتس كله، وابتدي اعمل طبقة الكراميل اللي من فوق. عملت معايا كوبايتين يا جماعة، عمل معاكي كمية مناسبة جدا من الدوناتس. ينفع في الحفلات، بينفع في حاجات كتير قوي. الكراميل هنا حطيت كوبايه من السكر من غير ميه ولا اي حاجه ولا حركه. اول ما تبتدي اللون الدهب ده يجي بطفي عليها، وابتدي ان انا امسك الدونات كده وانزل كده عليه، امسك الدونات واقلبها وانزل كده بطبقه من فوق كده من الدونات، اعمل لها طبقه من فوق بالشكل ده. شكلها تحفه يا جماعه، بجد جميله. ممكن تستغني عن الطبقه دي ما تعملهاش، او الخطوه دي ما تعملهاش، انتي على حسب برضو امكانياتك. بس الطبقة دي بتدي كده طعم كريسبي قوي، طعم مقرمش. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حلو قوي. الشوكولاتة بقى سايحة كده من بره وشكلها لطيف. ممكن في الحفلات، ممكن في تحطيها في اللانش بوكس الاطفال، لطيفة قوي وجميلة. شايفين من بره عاملة ازاي كده؟ طبقة تحسي هي طبقة من الازاز، ومن جوه جوسي وطرية، والعجينة طالعة هشة وجميلة قوي. الفيديو النهاردة كان جميل، ان شاء الله يعجبكم. هتوحشوني للفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.